اكتشف ايه اللي محتاجه علشان خاطر تبقى سعيد. اختار الصورة اللي تعجبك من ال8 دول. اهلا بيكم في قناة مايلاند. النهاردة هنتكلم عن اختبار السعادة. في عالم نفسي نمساوي اسمه فيكتور فرانكل قال ان السعادة شبه كده الفراشة، كل لما تحاول انك انت تجري وراها وتحاول تمسكها كل لما هربت منك اكتر. بس لو راح انتباهك كده لحاجة غيرها هتلاقيها بهدوء جت وقعدت على كتفك. السعادة مش دايما ممكنة، وكل شوية بتسأل نفسك هو أنا إزاي أحقق السعادة؟ بس ومع ده كله ممكن كده في بعض الأوقات بنخلق لظروف لنفسنا ناخد منها كده جرعة سعادة، وهو ده بقى اختبار النهاردة عن السعادة. اختار المكان اللي عاوز تكون فيه دلوقتي من الأشكال دي. الصورة رقم 1، اخترت كرسي في الحديقة، وعلشان خاطر السعادة في الفترة دي فانت مفتقد جدا التواصل. وده مش معناه انك انت تتصل بحد او تقعد مع حد تتكلم معاه في كلام فاضي كده وخلاص، انت عاوز تغرق في الكلام الطويل والعميق، الكلام اللي بيديك كده مساحة تكشف فيه عن مشاعرك وخبراتك للشخص الآخر. لو كان في حد انت بتحبه في حياتك قطعت معاه الكلام لأي سبب من الأسباب، فده الوقت اللي لازم فيه تتقابلوا وتشارك معاه ساعتها ايه اللي مخليك ساكت الفترة دي كلها. لو ما عندكش مهارات التواصل والثقة فلازم تحاول تطورها. لما بتيجي كده تتكلم عن مشاعرك وعواطفك وخبرتك بتتعلم ازاي تتواصل مع نفسك، ودي الخطوة الصح اللي تعرف فيها تقبل نفسك. الصورة رقم 2، اخترت الطريق اللي في الغابة. للوهلة الأولى بيبان انك انت محتاج للسلام علشان خاطر تبقى سعيد، بس الموضوع مش كده خالص. علشان خاطر تبقى سعيد دلوقتي انت محتاج كده لشوية تغيرات. ممكن تغير اي حاجة، تسريحة شعرك، ستايل لبسك، الطريق حتى اللي بتمشي فيه كل يوم وانت رايح المدرسة او رايح الشغل بتاعك، حتى نظام اكلك ممكن تغيره. ممكن تكون عينك او الادراك البصري زهقت جدا من كل حاجة بتشوفها نفس الروتين هو كل يوم، وفي الواقع قليل ممكن يكونوا اسوأ في ادراك ان الحياة بقت مملة، وده بيخليه يوصل لحالة مزاجية من اللامبالاة، وان ما يبقاش في عندك كده رغبة انك انت تعمل اي شيء. لازم تخرج من منطقة الراحة بتاعتك، واللحظة دي ممكن يكون فيها شوية مخاطرة بجرعات معقولة، بس تأثيرها هيكون مفيد قوي ليك. ساعتها هتغير نظرتك اللي انت متعود عليه. الصورة الثالثة، اختيارك بيتكلم عنك. انت محتاج تتنفس في هوا نظيف. بتبص ازاي تروح رحلة؟ حاولت قبل كده انك انت ترتب عفش بيتك بشكل مختلف عن اللي متعود عليه؟ كمان انت ما عندكش خالص الموقف المتفائل. ممكن تكون الفترة الأخيرة دي كنت مشغول قوي وحواليك ناس مهمة كده وعملية بتركز على التفاصيل والحسابات. هو انت زهقت من ده؟ جاوبني. العمل هو العمل، بس ده مش معناه ان احنا نلغي المزاج الجيد. فكر كده في السعادة وبكل الوسائل، ادي نفسك كده قطعة من الإيجابية. الفكاهة هي اللي هتخليك واقف على رجليك وتديك هرمون السعادة اللي مش بس هيرفع معنوياتك، ده كمان بتدي الجسم مقاومة من الأمراض المختلفة. الصورة الرابعة، علشان خاطر السعادة دلوقتي فانت عاوز حياة هادية وهادية وهادية. اليقين والسلام والقدرة على التنبؤ هو أكتر حاجة عاوز تحس بيها دلوقتي. انت مش محتاج كتير، خليك واضح كل يوم وسيب كده الأمور والمخاوف اللي متعود عليها وخاصة بيك تكون فيك. وعلشان خاطر السعادة انت محتاج وقت لنفسك علشان خاطر تعرف تفكر وتحلم، وزي ما انت عارف الافكار محتاجة وقت وانك تنام كويس علشان خاطر ما تلاقيش كده الافكار بترقص في راسك زي النجوم. لازم يكون عندك وقت للبساطة، ولو كانت الوحدة غريبة بالنسبة لك حاول تبقوا اصدقاء. ممكن تكون الوقت اللي بتقضيه مع نفسك ده ذو قيمة ومعنى. الصورة الخامسة، اختيارك للصورة دي بيقول انك انت مش بتتمتع بالحرية الكافية. في احتمال كبير قوي انك انت مليان التزامات، ودي على فكرة مش حاجة وحشة ابدا، دي اصلا جزء من الحياة. بس لما ما يكونش في حاجة بقى جنبها هيوصل الامر لمرحلة انك انت مش طايقها ودايما مخنوق. عبء المسؤولية يستحق انك انت تخلع او تشيلها من على كتفك شوية، تحس فيها ساعتها انك انت زي الهوا بتتحرك كده مكان ما انت عاوز. حاول على الاقل ليوم واحد بس
واحد بس، انك تحرر نفسك من الواجبات المكروهة. اسمع قلبك بيقولك تروح فين. الصورة السادسة لفت انتباهك الصورة الدافية. الحياة العادية بالنسبة لك هي السعادة الأكتر روعة من غير أي تأثير، انت بس محتاج الاستقرار. ممكن تكون الفترة الأخيرة دي في شوية كده دوشة وفوضى في حياتك، خطط لحياتك هتحس ساعتها انك انت سعيد. وحاول انك انت تعمل روتين كده ليومك، اعكس فيه نشاطك اليومي، زي مثلا الرياضة، وقت الأكل، الهواية، المشي. ده هيكون تخطيط مفيد جدا خصوصا للي كانوا بيحسوا بالقلق. الصورة السابعة جذبتك المنارة، رمز الطريق والأمل. دلوقتي هيديك الإحساس بالسعادة الهدف. انت محتاج كده لشوية مبادئ توجيهية في الحياة، ومحتاج لحاجة فيها عندك رغبة انك انت تروح لها، وممكن تتغلب على العقبات. أهداف، أحلام، معاني الحياة، سميها زي ما تسميها. محتاج بس انك انت تمهد طريق معين وامشي فيه، وتستثمر جهودك ومواردك وقدراتك على التحمل، وتعرف مهاراتك. الأهداف بتديك فرصة وانك انت تعرف سبب وجودك. لتحقيق الهدف اتأكد ان وجودك مش هيروح كده وخلاص. اخر صورة، الصورة الثامنة، شباك كده قريب من المية. انت محتاج قوي للراحة. هو انت ما رحتش اجازة بقالك قد ايه؟ انت عارف ان يوم كده ممكن تقضيه في مكان بالنسبة لك غير مألوف هيديك اكتر من 10 سنين من قعدتك في البيت؟ دلع نفسك كده برفاهية، اخرج مع نفسك، روح اماكن ما رحتهاش قبل كده. لما بتروح مكان مش مألوف بالنسبة لك بتتشكل اتصالات عصبية في دماغك بتديك كده الحياة. ده بيسمح ليك انك انت تشوف الاشياء المألوفة بطريقة جديدة. وكمان مفيد قوي لدماغك انه يختبر المشاعر كمفاجأة، وده رد طبيعي للمواقف الغير متوقعة، ويوصلك الاهتمام لعمليات إدراكية إيجابية ليها تأثير مفيد جدا على الحياة بشكل عام. قولولي في الكومنتات اخترتوا ايه؟